بيقول الكونت كيروس إن ماري بعد ما شافها اتغيرت تماما لدرجة إنه ما قدرش يتكلم من جمالها. بعد ما اتغيرت كأنها اتولدت من جديد. بتدخل عليه الخادمة ميو وهو كله حزن بعد ما اترفض، وقالت ماري إنها مش موافقة بيه، وقالت له اقبل إنك انت اترفضت من البنت اللي انت حبيتها. قال لها ما تقوليش كده في وشي، أنا مش ناقص. قالت له مش كنت تاخد بالك قبل ما تطلبها للجواز؟ أديك اتلخبطت بينها وبين أختها. قال لها كل اللي حصل إني شفت ماري لوحدها يوم العيد الميلاد، كنت أعرف منين إن أختها هي اللي نجمة الحفلة. وبيحكي الكونت كيروس جراندو إن والده الدوق ألفريد جراندو كان متجوز 2. بيفتكر من وهو صغير كانت ميو خادمته وزي أخته تمام. كانت بتحكي له قصص ساعتها سمع خارج غرفته صوت زوجة أبوه وهي بتزعق لأمه وبتقول لها ما تنسيش حجمك، لأنها زوجته الأولى اسمها السيدة لورا بنت عائلة نبيلة وهي الزوجة الرسمية للدوق. أما مامته ليو إبيساندرية رحالة طبعا وهي المحظية للدوق. وبيفتكر أثناء ما كان بيلعب ووقع على الأرض وفضل يعيط، قابلته السيدة لورا وادت له بسكوت بالشوكولاتة علشان يهدى بسرعة، فخدها وكلها فاستغربت جدا لأنه واثق فيها. ساعتها قالت له إنها تعمله بسكوت تاني طالما بيحب الحاجات الحلوة زيها. بعدها اجتمع الدوق بكريس وأمه ليو وقال لهم إنه قرر يورث ابنه كريس الدوقية مكانه لأن زوجته لورا ما جابتش غير بنات فقط. فتفاجئ كريس إن السيدة لورا كانت سامعة كل الحوار وكانت غضبانة جدا منه لدرجة إنه حس إنها تعمل فيه حاجة. بس تاني يوم اكتشف إنها حطت السم في البسكوت اللي بتعمله وماتت من بعدها. فتعقد من حاجتين، الحب والبسكوت بالشوكولاتة. بعدها أمه بقت الزوجة الرسمية وتعين كريس الكونت بفضل مجهوداته وتعبه، وبقى يكره الاجتماعات الطبقات الرفيعة وما بيحبش يحضرها، وكان بيكره أي كلام عن الجواز من النبلاء. لحد ما في يوم كان في حفلة في قصره، حضر صديقه وقال له إنه معزوم على حفلة لعيد ميلاد بنت بارون ريفي فقير اسمه شادريان، شكله كده بيجمع لها النبلاء علشان يجوزها جوازة كويسة، لأنه بعت الرسالة دي لكل النبلاء اللي لسه ما اتجوزوش، وده طبعا لأن حالته المادية مش كويسة. وقال له إنه للأسف هو خاطب وعشان كده مش هيروح الحفلة. بتحضر بنت شكلها معجبة بالكونت كيروس وبتقدم له البسكويت بالشوكولاتة، فأخد واحدة وما أكلهاش، فزعلت البنت جدا وطلعت تجري. وقال إنه عارف إن البنات معجبة بلقبه وبماله مش بيه هو، وإنهم كده كده بيحقدوا على ورثه من أبوه، وكمان دايما بيتنمروا على شكله لأنه وارث شكله من أمه. وكمان البلد اللي منها أمه بلد فقيرة جدا ومتدني حالها. قال له صديقه إنك ما عندكش أي حل تاني، حتى لو أنت كاره البنات النبلاء لازم تتجوز، لازم تورث الدوقية لحد من دمك. وودعه وقال له أتمنى أشوف البنت اللي هتكسب قلبك، سلام. وطبعا قال كريس لنفسه مستحيل، لكنه في قرارة نفسه كان مقتنع بكل كلام صديقه، فقرر يروح الحفلة ويشوف بنت الدوق الفقير دي لأنها هتكون مناسبة جدا، ولأنه زواج مصلحة هي مش هترفض. وطبعا ده اللي ظنه، لأنه أول ما راح الحفلة وعلى عكس المتوقع وقع في حب ماري من أول نظرة من غير حتى ما يعرف هي مين ولا اسمها إيه، وفرح جدا بتقديرها لثقافة إبيساندروس. فجرى على القصر بعدها علشان يدور عليها لما مشت، ودخل على الحفلة وسأل البارون فين بنته، فشاور له على بنته اللي عامل علشانها الحفلة. فقال في نفسه بما ان البارون عنده بنتين، الكبيرة هتكون أنستازيا والصغيرة هتكون ماري اللي أنا شفتها في الحفلة دي، فمن مظهرها كده ظن ان هي الأخت الصغيرة ماري، واللي وقع في حبها بنته الكبيرة أنستازيا لأنها الأطول. وطبعا دي غلطته لأنه ما سألش، فجرى يبحث عنها في كل مكان في القصر ما لقاهاش، فقرر يرجع لبلده ويبعت لها رسالة هناك، وهو انه طالب ايد أنستازيا للزواج الأخت الكبيرة. وبعدها فرح جدا لما ردوا عليه بالموافقة، وفضل يحضر لها في كل حاجة من الملابس والمجوهرات وكل احتياجاتها وهو مبسوط جدا. لكن بعدها اتصدم لما جات له رسالة بتقول ان أنستازيا ماتت أثناء طريقها ليه، وقرر ما يتجوزش ولا حتى يفكر في الموضوع ده. بعدها وصلت ماري اللي كان بيظن ان اسمها أنستازيا، قالت له ميو انت اللي غلطان. قال لها ما انا اترفضت كمان اهو، لانها بتظن ان انا كنت عايز اختها. فقالت له ميو ما هي لازم ترفض بصراحة، اول ما هي جت تقول اطردوا ماري
فهي ظنت ان انت بتكرهها. فقال لها تفتكري لو فهمتها الحقيقة هتقبل بيا وتحبني؟ فقالت له ماري ما انت لازم تعمل كل اللي عليك، لان ده حب لسه من طرف واحد اللي هو طرفك. بنروح لماري اللي لسه مستغربة شكلها جدا بعد التغيير اللي حصل لها. دخل الكونت كيروس غرفتها مع ميو، فجرت ماري عليه واعتذرت له عن اللي هي عملته وانها ما تقصدش ترفض الزواج منه، واتحرج جدا لما رفعت راسها وضربته ميو علشان يرجع لعقله تاني. فقال لماري في سوء فهم كبير جدا ما بينا، وانا كنت بحسبك هتيجي للقصر ده بإرادتك، انا اسف، انا فعلا عايزه ارحب بيكي كزوجه ليا. فقالت له انها لما رفضت تتخطب له ده بس علشان هي اتصدمت من كل اللي حصل، مش لانها رفضاه فعلا، وانها مش عايزه ترفضه لانها عارفه انه عايز يتجوز من بنت احد النبلاء، وانه واقع في حب اختها، لانه صعب يتجوز من بنت بارون فقير الا للسبب ده. واعتذرت له وطلبت منه يعاملها بالطريقه اللي هو يشوفها مناسبه. اتضايق جدا وزعق لانها فاهماه غلط، وقال لها لا انا ما كنتش مفكر اتجوز وانا رايح الحفله، لكن مشاعري اتحركت ساعتها. فقالت له انا قرات رسالتك وكانت كلها مشاعر جميله لاختي انستازيا. فقال لها ايوه المشكله بقى هنا. قطعت حديثهم ميو وقالت لهم ان ده وقت العشاء، ابقوا كملوا كلامكم على العشاء. فقال كريس لماري ان زواجه بيها مش زواج مصلحه ولا حاجه، وان رساله الخطوبه اللي بعتها لانستازيا كتبها باسمها لاني كنت بحسبها انها البنت اللي انا قابلتها في الحديقه اللي هي انتي، البنت اللي انا عايزه اتجوزها هي انتي يا ماري. فقالت له أنا مقدرة خوفك على مشاعري، وطبعا هي متأكدة إنه في يوم من الأيام ممكن يحب واحدة ويتجوزها وترجع هي لحياتها البائسة مرة تانية. فقالت له في حاجة تاني عايز تقولها؟ فقال لها أنا بحبك يا ماري. ساعتها كل مشاعرها اتلخبطت وما كانتش فاهمة أي حاجة. فقال لها كويس إن احنا الاتنين متفقين إن مراسم الخطوبة هتقام بعد 3 شهور وهو هيرتب كل حاجة. ولما سألته هل ينفع ترجع لبيتها لأن والدها ما توقعش إن الكونت كريس هيوافق عليها أصلا، فعايزة ترجع له علشان تعرف منه التعليمات الجديدة وهتعمل إيه. فالكل اتضايقوا جدا من سذاجتها، وقالت لها ميو إن الكونت كريس مش موافق إنك تروحي البيت أهلك، ولو هم جم زاروكي لازم تاخدي الإذن الأول منه، وطبعا هو بيعمل كل ده علشان يحميها منهم. سألتها ميو ليه دايما بتقولي على نفسك قبيحة؟ فقالت لها لأن أبوها وأمها كانوا دايما بيقولوا لها كده، ولما بيحل الليل وبتروح لغرفتها بتنبهر جدا بالراحة اللي أول مرة في حياتها تحس بيها، لدرجة إنها حست إنها في حلم وإنها هتصحى منه في أي وقت. ولما بتصحى ماري وبتفتكر إنها في حلم بتتفاجئ بشكل البيت الجميل اللي هي فيه، وبتدخل ميو عليها وبتعرفها على الخادمات هانا وإليسا اللي من هنا ورايح هيكونوا تحت أمرها في أي حاجة تعوزها. وفي الجزء الجاي هنعرف كل حاجة هتعملها ماري، وهل فعلا هتحب الكونت كريس ولا لأ برضو.